كل عام وأنت بخير. كل عام ومدام بدرية بخير كذلك. من هي مدام بدرية؟ لا بد من أن تقرأ هذه السطور لتعرف. لا أعرف إن كنت ستقرأ هذه السطور في رمضان أم لا، لكن الموضوع يصلح لأي وقت على كل حال، فليس من المحتم ألا نتكلم عن عادات رمضان إلا في رمضان. مدام بدرية زوجة محترمة فاضلة وأم طيبة، وعامة لا غبار عليها. مشكلتها تبدأ في رمضان. إنها مولعة بالدراما التلفزيونية جدا، مولعة بها كأنها ناقد فني يجيد عمله. وحبها للدراما التلفزيونية لا ينبع من حبها الشديد للفن، لكنه ينبع من شعورها بأن هذه التمثيليات نوع من التلصص عما يحدث في بيوت الآخرين. هناك كاميرا تجسس مخفية في عدة بيوت تراقب كل ما يحدث، وهي ترى هذا كله وهي جالسة مستريحة على مقعدها الأثير. هذا أروع من أن يكون حقيقيا. هكذا يقترب رمضان، فتهرع السيدة بدرية إلى المجلات الفنية التي تذكر خطط البرامج، تبتاعها كلها وتبدأ في الدراسة. مسلسل سوري على قناة كذا، مسلسل خليجي على قناة كذا، مسلسل مصري بطولة يحيى الفخراني على قناة كذا. الأمر معقد. تحضر كراسا وتبدأ في وضع مخطط دقيق. سوف يبدأ هذا المسلسل في 8، ومشاهدته تستلزم التضحية بمسلسل آخر في 8 على قناة أخرى. لا بأس، هي لا تحب الفنانة فتكات على كل حال. عندما ينتهي المسلسل الأول في 9:15 سيكون لديها ربع ساعة استراتيجي يسمح بمشاهدة نهاية حلقة من مسلسل آخر. نهاية الحلقة غالبا تخبرك بما تم فيها، وتأتي 9 ويكون الوقت قد جاء بالضبط لمشاهدة مسلسل مصري على قناة أخرى. أروع ما في هذا المسلسل الأخير أن ممثله شهير جدا، ولهذا هناك الكثير من الإعلانات. هذا يسمح بمساحة وقت تعد فيها لنفسها كوب شاي مع قطعة من الكنافة. تنسيق جدير بعملية إنزال جوي يقوم بها جيش ضد جيش آخر. ولا بد أن هبوط الحلفاء في نورماندي في الحرب العالمية الثانية لم يكن بهذا التعقيد ولا هذه الدقة. هكذا يبدأ رمضان، والجدول معها. تعد الإفطار وتصلي المغرب فالعشاء، ثم يبدأ التلصص. الأولاد في غرفهم يدرسون، وزوجها يتأخر مع رفاقه ليلا، لهذا تهرع لتعد لنفسها طبقا مليئا باللب وتبدأ تنفيذ المخطط. تفتح التلفزيون على موعد المسلسل الأول. قائد الفرس يحاول الفوز بالأسيرة العربية الحسناء لنفسه. ثم المسلسل التالي حيث يسرى تكتشف مؤامرة للتجارة بأطفال الشوارع. المسلسل الثالث والأب يكتشف أن ابنته تقابل عادل. المسلسل الرابع حيث يقرر المطاريد الصعيدة أن يخضعوا لحمدان صاحب أكبر شارب فيهم. المسلسل الخامس حيث يكتشف الباشا أن الصحفي الذي يهاجمه في مقالاته هو إبراهيم. من وقت لآخر وفي فترات مدروسة تهرع للمطبخ لتعد لنفسها كوب شاي أو فنجان قهوة تعالج به الصداع في رأسها. لحسن الحظ أن التترات طويلة جدا في المسلسلات المصرية. تقلب صفحات الكراس وتضع علامة على كل مسلسل شاهدته. عندما يعود زوجها تكلمه وهي لا تعرف ما يقول. تعد السحور وهي تختلس النظر إلى التلفزيون في الصالة،
ويجلس الجميع للأكل، بينما هي لا ترى ما يدور حولها، وتدس الطعام في عينها وأنفها. تضحك لأن نهى ضحكت في هذا المسلسل، وتتصعب لأن سليم يخدع خطيبته في ذلك المسلسل، وتبكي لأن ثريا صارت أرملة في ذلك المسلسل. ثم يدخل الجميع فراشهم ليناموا، فتبقى جالسة مفتوحة العينين. لقد شاهدت 356,878 مسلسلا، فلم يبق سوى 56,767 مسلسلا قبل أن تشعر بالراحة والرضا عن يومها. ما علاقة رمضان بالمسلسلات؟ علاقة غامضة تساءل عنها مفكرون كثيرون، وهو نفس السؤال القديم عن علاقة رمضان بالفوازير والمكسرات والقطائف. بالنسبة للمصريين تظل القطائف والمكسرات بقايا من التراث الفاطمي القديم، لكن يمكنني أن أقسم دون أن أكون خبيرا تاريخيا أن الفاطميين لم يكونوا مولعين بالمسلسلات. ما أعرفه هو شيء واحد: عندما يقترب رمضان من نهايته تكون مدام بدرية قد ازداد وزنها 10 كيلوغرامات. إنها لا تدري ماذا تأكله ولا بأي كمية. كذلك تكون أحداث المسلسلات قد تداخلت تماما. قائد البيزنطيين ينتظر عودة هالة من الكلية لأنه يعتقد أنها تزوجت عرفيا من زعيم المطاريد. سيف الدين قطز غاضب جدا لأن المستند المهم قد اختفى، وهو يخشى أن يصل للنيابة. وهو يعتقد أن شجرة الدر تتعاطى المخدرات. والباشا يحب منى لكنها تمضي أكثر الوقت في الديسكو. بعد العيد سوف تحتاج مدام بدرية لأسبوعين من الراحة حتى تغسل روحها وعقلها من هذه المعاناة، لكن الأمر في رأيها يستحق، وهي راضية سعيدة لأنها لم تضيع الشهر هباء. صحيح أنها لم ترى سوى 5 المسلسلات المعروضة، لكن على المرء السعي وليس عليه إدراك الكمال.